كل سنة وانتم طيبين وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ان شاء الله يعود عليكم بخير يا رب، وعلى أمة المسلمين جميعا، وتجعل سنة خير علينا جميعا، ما يجيبش فيها أي شر لحد ولا أي حاجة وحشة. النهاردة هعمل لكم الزبدة دي قلب السوشيال ميديا، القنوات كلها عملتها، أنا الوحيدة اللي متأخرة فيها. كان في حكاية كده عايزة أقولها معاكم، هطول عليكم الفيديو شوية بس اسمعوني. كان نازل كده شركة منزلة على النت، ان في زبدة تمنها 65 جنيه الكيلو، ونيوزيلندي ومش عارفة ايه، وعارضينها على النت وشكلها جميل وشكلها حلو، عاملة زي قوالب كده زي النيوزيلندي بالظبط وكل حاجة. فعجبتني، فقلت طيب حلوة اجيبها، ده بتمن الفيرن. فبعت عملت اوردر، بعتولي كرتونة، قالوا لي الكرتونة 5 كيلو على بعضها، ما بيبيعوش كيلوهات، ب 360 بالشحن. قلت طيب اجربها يعني وكده، وهتبقى رخيصة، مع كيلو زبدة من الفلاح بتاعنا الجاموسي دوت، نحطها ودي تشيل دي يعني. هطول عليكم الفيديو بس اسمعوني، عشان ما تعملوش زي وتغلطوا غلطتي وتبعتوا وتجيبوها وتتدبسوا، حتى لو ما خدتوهاش هتتدبسوا في تمن الشحن. المهم بعت، جابولي الاوردر بعد 4 ايام، جابولي الكرتونة. المهم انا كنت متفقة معاهم ان لو ما عجبتنيش مش هاخدها. قالوا لي خلاص، تبقى لو ما عجبتكيش ابقي ادفعي حق الشحن وما تاخدهاش، احنا مش هنجازف بشركتنا ونخسر عملائنا عشان خاطر نعمل حاجة وحشة، احنا ضامنين، والكلام اللي بيقعدوا يقولوا ده. المهم جابها لي المندوب الشحن، فالمهم قلت له طب لو سمحت هفتحها، قال لي افتحيها، فتحتها. وبعدين فتحت، هي محطوطة في كرتونة صغيرة كده وهي 5 كيلو فعلا. وفتحت الكيس لقيتها عبارة عن عجين، يعني اللي انا هعملها دي دلوقتي هتبقى احسن منها، عبارة عن عجين. المهم دقتها لقيتها حاضة جدا، طعمها مش حلو، زي الزبادي الحاضت كده، ومملحينها مش حلوة. المهم ايه، كنت انا قلت له هبقى اسيح حتة منها، خدت معلقة كده وسيحتها، طلعت كلها ريحتها زيت، ما فيهاش اي ريحة زبدة، ولا حتى ريحة الزبدة الفرن اللي احنا بنجيبها دي وبنقول عليها مش حلوة، احلى منها ب100 مرة. ولقيتها عجين كده، يعني مثلا انا عندي اهو الفرن اهيت، انا كنت جايباها القالب متماسك، هي لا عجين، عبارة عن عجين كده، ما هي يعني معمولة على الإيد، معمولة في البيت بزيوت، مش ما أعرف. المهم قلت اللي هو اللي جايب لي اللي هو بتاع شركة الشحن دوت، لا أنا مش هاخدها. قال لي ماليش دعوة بينك وبين الشركة. قلت له أنا متفقة مع الشركة إن لو ما عجبتنيش مش هاخدها، وأدفع لك حق الشحن. قلت له خد شمها هي، حتى كانت البوابة واقفة كانت مطلعهولي، فقلت لها شمها كده، قالت لي ده ريحتها زيت خالص، هي زيت، عباره عن زيت سيحتها كده بقت زيت، عباره عن زيت وريحه زيت وزيت مش حلو كمان. فقلت له لا مش هاخدها، ورحت مرجعاها. فصممت قلت هعمل ديت قدامكم وهشوف النتيجه فيها ايه، الاحلى ولا احسن ولا هتبقى زيها، بس اكيد هتبقى اطعم واحلى، لان انا حاطه فيها مكونات طبيعيه، حاطه لبن وحاطه قشطه وحاطه زبده فرن وحاطه زيت نضيف، والمكونات اللي عندي كلها من البيت نضيفة، ما اعرفش. فما تقعوش في الغلطة بتاعتي دي. اي شركة بتنزل على النت وبتحط لكم سمنات حلوة وزبدة شكلها حلو وتغري، وبعد كده ما بتطلعش حلو. ولو جبتوها وطلبتوها جربوها زي كده، ما تاخدوهاش وتدفعوا الفلوس وتاخدوها بعد كده تتدبسوا فيها. انا قلت اقول لكم الحكاية دي، طولت عليكم الفيديو معلش.